السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة ومكملين في حلقات طب السنان ومشاكله وامراضه وازاي نعالجها، ونتكلم في مواضيع كتيرة بشكل عام تهم صحة اسناننا وصحة بقنا. هكلم النهاردة في شوية وصايا مهمة جدا بشكل عام عن صحة الاسنان. ايه الحاجات اللي بتحصل مثلا تضرنا؟ بداية المشكلة بتيجي ازاي؟ في اكتر حاجات الشائعة في الاسنان. نخش في الموضوع على طول عشان ما اطولش عليكم. هنبدأ بأول حاجة بالتسوس. أول مشكلة وأكتر مشكلة شائعة جدا في السنان بتبدأ بالتسوس. التسوس بيظهر عندك، بتبدأ إنك تكبر دماغك وتطنش. أخد لك السيركل والدايرة من أولها. تبدأ أنت ضرس اتنين تلاتة عندك تبص تلاقيهم كلهم بدأوا يسوسوا سنة سنة. يبدأ التسوس بسيط جدا وأنت تطنش وتكبر دماغك. يبدأ التسوس ده بعد كده تنخر البكتيريا شويه في طبقه المينا وتاكل لحد ما تنزل تحت شويه، تبتدي الضرس ينقح عليك شويه ويبدا يألمك سنة سنة. يبدأ بعد كده يوصل للعصب، يبدأ يكون الألم طبعا بيبقى فيه منه كرونيك وفي منه أكيوت، وطبعا قصة طويلة جدا، بس احنا بنتكلم باختصار عشان نحافظ على ان احنا ندي معلومات كل يوم قليلة ونكمل مع بعض في شرح المواضيع دي. فبتبص بتلاقي بعد كده بيوصل للعصب، بيضطر بعد كده الدكتور يعمل علاج جذور، وتوصل كمان انها بيبقى في خراج كمان تحت الجدر نفسه بتاع السنه بيبقى نازل لتحت خالص. فكله ده يعمل لك الم فظيع عند الحته دي. بتبقى اجباري انت لازم تروح عند الدكتور، لانك مش عارف تمارس نشاطات حياتك ولا قادر تقوم ولا تاكل ولا عارف تروح شغلك ولا كده، فاضطر انك انت لازم تروح للدكتور. فانت من الاول لو كنت رحت لحقت التسوس ده البسيط بحشوه صغيره كانت هتوفر عليك كتير. تاني مرض شائع جدا معانا وهو التهاب اللثة. التهاب اللثة ناس كتير واحنا موجودين في العيادات بتجيلنا، ده مرض شائع جدا. بنكتب لها فلاجيل جل وبنكتب لها شوية حاجات مضادة للالتهابات ساعات عشان تخفف اللثة دي. تبص تلاقي اللثة داير ما يدور كلها فيها التهاب. طيب دي ايه المضاعفات اللي بتحصل لو انا طنشت او كبرت دماغي ومرضيش ان انا الاقي علاج للموضوع ده ولا انا اروح للدكتور؟ هعمل ايه؟ هتلاقي لحظتها هيبدأ التهاب اللثة ده يؤدي الى تآكل العظم اللي مترص فيه السنان. تبص تلاقي الموضوع بدأ ايه؟ عظم الفك نفسه كده تحس ان هو بدأ يتاكل، بدأ. وكل ده على فكرة بيظهر في ابتسامتك، او انت لما تيجي تبص في المراية بتبقى انت حاسس بالكلام ده. وخاصة بيظهر جامد الناس ده عند مرضى السكر، بيبقى عندهم دايما ايه؟ عنديهم بيريدونتايتس، وعندهم التهابات كتير كده بتبقى مخليه تحس ايه؟ جدر الاسنان عندهم باين، وبيخلي السنه تتلخلخ بعد كده، تدخل في دايلما كبيره، وكل ده بيجيب مشاكل العيان وتكاليف كبيره عشان تقدر تعالج الكلام ده. فانت بحاجه بسيطه من الاول هتوفر عليك كتير. طيب بالنسبه يا دكتور ايه اعمله عشان خاطر اتخلص من التهاب اللثه ده؟ بتعمل حاجتين. قلنا اول حاجه واهم حاجه قبل ما تاخد اي دواء، عشان لو خدت دواء في الحاله دي مش هيجيب نتيجه، لازم تعمل جلسه تنظيف جير. تروح مكان كويس محترم عند دكتور شاطر يكون حلو، تعمل فيه جلسه تنظيف جير وتشيل الجير ده كله من على اسنانك، لان ده السبب الاساسي اللي بيعمل التهاب ده. وبعد كده تاخد معاه الدواء، لان في ناس بيوصل الموضوع عندها نزيف وتقعد كل شويه تقول لك ده بتف دم، ده مش عارف بحس ان طالع لي زي ما يكون صديد، ده في صليل حاسه كده بغليان كل شويه، ببقى عايز ان انا ايه؟ اتف. فبس اهم حاجه انك انت تعمل جلسات التنظيف. بعد كده عايز اقول لك على شويه عادات صحيه قالهم موقع هيلث لاين يجب انك انت تتبعهم عشان تحافظ على اسنانك. اول حاجه واهم حاجه وخصها الموقع بالذكر انك لازم تغسل سنانك قبل النوم. احنا قلنا طبعا بتغسل، اتفقنا بنغسل سننا مرتين الصبح وبالليل، ده اقصى حاجه، وبتقعد في المره الواحده حوالي دقيقتين عشان تقدر انك تستفيد بالغسله. طيب اول حاجه ليه لازم اغسل قبل النوم؟ لان كل الاكل اللي بيتراكم طول اليوم على ساعات اليوم كلها بيفضل يتراكم على اسطح السنان، بيبقى اكبر كميه في الليل، لان خلاص بيبقى انت اخر وجبه وهتنام، فانت بيكون مجموع من فطار لغدا العشاء كله. فانت لازم حكايه غسل السنان قبل النوم دي عشان مهمه جدا وتخلصك من البكتيريا والحاجات اللي بتاكل وبتبدا تعمل تسوس. تاني حاجة استخدام الفرشة بشكل صحيح، وانا وعدكم بحلقة ان شاء الله قريب بإذن الله، هنقول حلقة ازاي اقدر ان انا اغسل سناني كويس بالطريقة الصح، عشان في ناس بتغسل سنانها غلط كأنها ما بتغسلهاش، فخسارة تضيع وقتك ومجهودك بالكذب. تالت حاجة بعد كده ان احنا ما نهملش اللسان واحنا بنغسل سناننا. انا جاي بغسل سناني بالفرشة، في فرش معينة خاصة باللسان، وممكن انا اعدي عليها بفرشة الاسنان برضو على لساني كده، لان برضو بيتراكم ساعات طبقات من الاكل بتعمل حاجة شبه الجير على اللسان، بتعمل لي ريحة وحشة جدا في البق. اخر حاجتين بعد كده تشرب ميه. الميه مهمه جدا جدا، من افضل المشروبات اللي هي يعتبر بتعمل زي غسيل لبقك على طول اول باول من اي بكتيريا واي حاجات اللي بتقعد على اسطح السنان وبتعمل التسوس.
اخر حاجه اقول لك عليها النهارده، لازم تحاول تدخل بعض الحاجات المهمه في نظامك الغذائي عشان تحافظ على اسنانك، زي اجبان الجبنه القريش والحاجات دي، بلاش الجبنه الفيتا والاملاح والحاجات ديت. الجبنه القريش والكلام ده والمنتجات الالبان دي برضو بيبقى فيها كالسيوم كتير بتحتاجه عشان تقوي طبقه المينا بتاعه السنان اللي هي البيضه اللي من بره. بعد كده تدخل حوالي تاكل خضار اللي هو فيه ورق، خس، جرجير، حاجات اللي هي زي كده دي، كرنب. تاكل حاجات اللي هي زي الجزر. كل ده احنا بنعمل مساج للثه وبنعمل مساج للاسنان، بيحافظ على انها، لان الاسنان ربنا خليها وظيفه ان هي بتحب طبعا ايه، ان هي تأدي وظيفتها ان هي تاكل وتمضغ. عشان كده دلوقتي بتحصل كتير مشاكل في ضرس العقل، لان احنا في الفتره الاخيره دي بدانا ان احنا الاجيال الطالعه كلها ما تمضغش كتير، تعتمد على الجانك فود والاكل اللي ما فيهوش مضغ، فده اللي عمل المشاكل دي. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.